every single day. I'm gone. مساء الخير عليكم على كل بيتابعوا جروب سوق المعسل العالمي الجروب البديل على الفيسبوك. قبل ما ابدا حلقه النهارده يا ريت كل اللي بيشوفوني يعملوا انضمام لسوق المعسل العالمي الجروب البديل على الفيسبوك، وما ينسوش يعملوا اشتراك لورلة شيشة فليفرز القناه الخاصه بتاعتي على اليوتيوب، وما ننساش نعمل اعجاب للفيديو وطبعا نفعل زر الجرس. تمام؟ الفيديوهات اللي جات لي مبدئيا انا بس حابب اقول حاجه، معاكم احمد مدحت خبير في المعسل، وليس خبير في صناعه المعسل، لا انا خبير في التذوق بس. تمام؟ حابب اقول بس حاجه، ان انا النهارده هتكلم عن معسل النخله، بس نخله تصدير، يعني علشان ما يجيش حد من اللي جوه مصر يقول لي انا بدور عليه ومش لاقيه، لا ده نخله تصدير، انا لقيته بالصدفه في احد المحلات وجبته. تمام؟ نخلة تصدير طعم الكريز، الطعم الوحيد اللي لقيته يعني الخاص بالتصدير، لان حاجة النخلة التصدير صعب جدا ان انت تلاقيها الا لو انت بره مصر. الانتاج المحلي طبعا كلنا عارفينه وكل الناس عارفة، الناس اللي بتشكر او مش بتشكر فيه، كل واحد راجع لذوقه. كريز النخلة تصدير هو ده، واضح طبعا من التحذير بتاع التدخين. تمام؟ ان دي النسخة اللي بتروح ايران، بلاد فارس، يعني ده التحذير اللي مكتوب عليها. طبعا ده الشكل القديم، هو لسه يعني في بعض البلاد خارج مصر بيروح لهم النخله الشكل القديم. طبعا شريط التصدير اهو. تمام؟ الشريط ده بتاع النخله ده شريط التصدير. تمام؟ الدمغه بتاعت الضريبه دي اهي، دي برضو بتاعت التصدير مش بتاعت الجمارك المصريه المدفوعه. مكتوب هنا الكمية القصوى في وزن التبغ الجاف، دي طبعا عبوة 50 جرام. تمام؟ أدخنة النخلة صنع في مصر. تمام؟ طعم الكريز شيري. تمام؟ بس علشان الناس اللي عايزة تعرف هنفتحها ونشوفها مع بعض. طبعا التغليفة دي بتاعت التصدير برضو، التغليفة دي بتاعت النخلة دي بتاعت التصدير. تمام؟ اللي انا لاحظته بقى في النخلة التصدير يفرق عن النخلة اللي موجود في مصر الآتي. اول حاجة المعسل الفرمة بتاعته تختلف تماما عن الفرمة اللي بتجيلنا هنا في مصر. ريحة المعسل كريز. تمام؟ الطعم قوي بصراحة، فرق شاسع بين التصدير واللي بينزل مصر، بس الطعم واحد، يعني كطعم الناس الذويقة لا الطعم واحد. هي الفكرة كلها تتلخص فيه الفرمة بتاعت التبغ والتغليف والشكل طبعا والوزن. تمام؟ لكن الطعم واحد والريحة واحدة. ده بالنسبة للنخلة كريز. زي ما بقى قلت وبعيد تاني، النخلة كريز دي نسخة تصدير وليست نسخة بتنزل في الأسواق المصرية، يعني الناس اللي بره مصر بس هم اللي ممكن يلاقوها. وزي ما أنا قلت واضح قدامي كده، النخلة دي اللي بتروح إيران لأن التحذير اللي عليها شكله إيراني. تمام؟ وإن طبعا نادرا لما نلاقي هنا في مصر أصلا عبوات النخلة اللي هي ال50 جرام، يعني دايما بنلاقي العبوة اللي هي ال100 جرام بس. تمام؟ ده شريط التصدير علشان الناس بس تبقى عارفة، الشريط ده شريط التصدير بتاع النخلة. تمام؟ دي انا لقيتها في احد المحلات بالصدفة وجبته. طعم زيه المصري مفيش اختلاف، الفرق في الفرمة بتاعت التبغ. فرمة التبغ هي اللي مختلفة من التصدير للمحلي. تمام؟ بالنسبة للطعم الطعم واحد. ده كان الريفيو بسيط جدا للنهارده. شكرا لمتابعتكم، وما ننساش نعمل انضمام لسوق المعسل العالمي الجروب البديل على الفيسبوك، وما ننساش نعمل اشتراك لورلة شيشة فليفرز ونفعل زر الجرس، نعمل سبسكرايب، وما ننساش نعمل اعجاب للفيديو. اشوفكم في ريفيو جاي، مع السلامة.